لو بصيتوا كده معايا يا اخواتي، انا هنا مشغل الايمو اهوت. مشغل الايمو، هنا هضيف رقم اهو على الايمو. تمام، وهضغط موافق وحسنا. الرقم هيشتغل معاه بدون اي مشاكل، وهيجيلي اتصال الوقت قدامكم اللي هو بالكود. مفيش اي مشكله، الرقم اتفعل معايا اهوت. تمام، كود الايمو اهوت 3-1-4-6. زي ما انتم شايفين كده الحساب فتح معايا بدون اي مشاكل، مفيش اي مشاكل. الحساب فتح معايا، ما واجهتنيش اي مشكله، ولا تم تعطيل حسابك ولا اي حاجه. طبعا المشكله بتواجه الناس كلها، فعشان تعرف حلها تابع معايا الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. جاي لك النهارده بافضل طريقه لحل مشكله تسجيل الدخول على الايمو. المشكله بتواجه الناس كلها، تم تعطيل حسابك بشكل دائم على الايمو، اللي هو بسبب تعديك على سياسه او حقوق الايمو. عشان تعرف حل المشكله دي، كل اللي هتعمله، كل اللي انا طالبه منك لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس. وطبعا الاهم من كل ده، انك تنزل تحت في الكومنتات تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتخش اللي هو يعني شوف الشرح. ما تقدمش معاه الفيديو ولا تاخر الفيديو. تمام، يعني لو انت ما فهمتش حته يعني هات الفيديو من الاول. تمام، وما تقدمش معاه برضه الفيديو، عشان كل ما هتقدم الفيديو كل ما هتطلع خسران من الفيديو. انا جاي لك النهارده بحل المشكله. زي ما شفت في بدايه الفيديو، دخلت على الايمو وحليت المشكله بتواجه الناس كلها، لا تم تعطيل حسابك بدون اي مشاكل، وجالي الكود وفعلت الايمو من غير اي مشكله. دي طبعا نسخه ايمو مش مع الناس، مش مع حد اصلا. تمام، يعني نادرا اول ما تلاقي حد بيشغل بنسخه الايمو دي نسخه قديمه مش مع حد. تمام، هكون طبعا سايب لك لينك النسخه دي تحت في الوصف. اي نسخه ايمو تانية مش هتشتغل معاك، وده مش ذنبي. وده طبعا الفي بي ان اللي هنستخدمه، وده تطبيق برضه هنستخدمه. هكون طبعا سايب لكم جميع لينكات الحاجات دي تحت في الوصف. طبعا التطبيق الفي بي ان اول حاجه اللي هنستخدمها. وطبعا زي ما شرحت في الفيديو قبل كده، انا كنت شارح على التبنيد اللي هو حل المشكله اللي قبل كده، كنت شارح عليها قبل كده وقلت لك مش لازم ان انا بستخدم الفي بي ان ده فانت تستخدمه. مش لازم انا اعمل اي حاجه انت تعمل زيها، لا، اي في بي ان هتستخدمه عادي هيشتغل معاك. بس انا بنصحك نصيحه مني، يا تعمل بقى ما تعملش بها، تستخدم الفي بي ان ده. يعني مش هتخسر حاجه، هتلاقي لينكه تحت في الوصف برضه. انت الفي بي ان يجي معاك مش متفعل، فانت هتدوس عليه هيجيلك جرس الاتصال او جرس التحقق لحد ما يجيلك كلمه متصل ديت. هتطلع من الفي بي ان ومش محتاجه. تمام، بس هتسيبه شغال طبعا. وبعد كده هتيجي تخش على التطبيق ده. كنت طبعا برضه سايب لك لينك بتاعه في الوصف. ده اللي هو تطبيق بينسخ لك، بيجيب لك نسخ، بيعمل لك كذا نسخه من التطبيق. تمام، فهو طبعا مش هيكون ضايف لك الايمو هنا، هيبقى جاي لك باللغه دي كده. عندك هنا علامه الزائد ديت او علامه اضافه، هتدوس عليها وهتضيف في التطبيقات، هتضيف الايمو، النسخه الايمو طبعا اللي انا هكون سايبها لك تحت في الوصف. وهتخش على النسخه كده. هنا طبعا ده اعلان. بعد ما تتخطى الاعلان هيفتح معاك الايمو بدون اي مشاكل. هنا طبعا هنضيف الرقم بتاعنا اللي هو محظور. تمام، يعني لو في اي نسخه واتس تانية هيجي لك اللي هو في اي نسخه ايمو تانية هيجي لك تم تعطيل حسابها. هنا هندوس اهو، ضفنا الرقم وهندوس صح، وهنا هندوس حسنا. مش هيجي لنا تم تعطيل حسابك، الايمو هيخش على طول هيطلب الكود. وانا معاكم في الفيديوهات ما بقدمش الفيديو ولا بوقف ولا بعمل اي حاجه، الدليل قدامكم في الفيديو اهوت. هنا طبعا زي ما انتم شفتوا في بدايه الفيديو انا كنت طالب الكود، فهو سجل معايا ادخل على طول. طبعا يعني ناس كتير قوي مش عارفه تحل المشكله ديت، وناس كتير قوي داخلالي وعايزه تديني فلوس كمان يعني عشان احل المشكله ديت. بس انا طلع اشرح لك الحل المشكله اهوت بدون اي مشاكل. مش هتواجهك مشكله واحده. تمام، بس لازم زي ما قلت لك في اول الفيديو انك تتابع معايا الشرح، ما تقدمش الفيديو خطوه ولا تاخر الفيديو. يعني خليك معايا وركز في الفيديو جدا جدا عشان تطلع مستفيد من الفيديو ده. تمام، لو جينا مثلا نضيف اي رقم تاني، يعني نخش على الايمو كده نضيف اي رقم تاني. تمام،
دي طبعا نسخة الإيمويات. ده الرقم التاني. لو جينا نضيفه كده شغال برضه، يعني أي رقم هتلاقيه شغال. طبعا الحل هنا أنا مش معيش الخط ده اللي أنا ضفته دلوقتي، يعني معيش الخط اللي أنا ضفته حاليا ده، تمام. الخط ده في موبايل تاني، فهنا مش هيجيلنا اتصال. بس احنا مش عايزين اتصال اصلا، احنا كل اللي عايزينه ان احنا نتخطى الحته اللي هي الحته دي، تمام. الحته اللي هي تيجي تضيف الرقم بتاعك بيقوم قايل لك تم تعطيل حسابك، دي اللي احنا كنا عايزين نتخطاها بس. واحنا زي ما شفتوا في الفيديو، في بدايه الفيديو وفي نص الفيديو ودلوقتي تخطيناها بدون اي مشاكل. لو جينا نحط اي رقم تاني، يعني لو حد ما عرفش يعمل المشكله ديت يخش على الواتساب وانا هظبط له الدنيا، يبعت لي رقم وانا هفتحه له. هنا هنعمل سماح، تمام. اي رقم يا جماعه هتضيفوه هيجيلنا يعني هتخطانا المشكله دي، وهيجيلنا ان احنا هنطلب الكود بدون اي مشاكل زي ما انتم شايفين كده. انا ما بجيبش كلام من عندي ولا انا بحوج عليك وانا بقفل الفيديو، لا، احنا في بيننا ثقه وانا فاتح الفيديو قدامك اهوت. واتخطيت المشكله دي بدل المره 5، يعني بدل المره 5. انا عشان ما تقولش جت معاه بالحظ كده، مفيش حاجه بالحظ يا صاحبي، تمام. ده الشرح قدامك اهوت، وانت مش اهبل عشان اضحك عليك ولا اطلع اقول لك اي كلام، لا، احنا في ثقه بينا وانا تخطيت لك المشكله ديت بدل المره 1000 زي ما انت شفت. ثواني وبس كده يا اخواتي. وبعد يعني ما وصلنا للنقطه اللي احنا فيها ديت، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.